بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يكتسح غزل المحله برباعيه نظيفه. طبعا شفنا النهارده اداء الزمالك ولا اروع، واحسن حاجه حصلت النهارده ان الزمالك قدر يخلص الماتش بدري. يعني مش عشان الطرد، لا، الزمالك قدر فعلا من اول دقيقه يضغط ويجيب جونين في خلال 20 دقيقه. ودي الميزه اللي انا بتكلم عنها دايما، ان الفريق اما يكون الفريق اللي قدامه ضغطه يقدر يخلص الماتش ويريح نفسه ويريح جماهيره ويريح اعصابه. فعلا الزمالك قدر النهارده، عكس ماتش المصري اللي فات اللي طبعا الزمالك ضيع فرصه، استقبل هدف واتقفلت المباراه عليه واتأزمت جامد وخسر الماتش. شفنا النهارده الزمالك استفاد من خطأ الماتش اللي فات، قدر انه يؤدي اداء اروع ما في الاربع ماتشات اللي لعبها. اروع اداء للزمالك النهارده، قدر ان يكتسح غزل المحله في ملعبه برباعيه، هدفين في اول 20 دقيقه ريحوا اللعيبه وريحوا الجمهور والجهاز الفني وكل حاجه. غير الطرد طبعا اللي غزل المحله، الطرد الصحيح اللي غزل المحله في اول دقيقه حصل عليه. الزمالك ادى مباراه كويسه، يعني خلص الماتش في المركز الثاني دلوقتي بعد المصري اللي محقق مفاجآت في الدوري ب3 ماتشات فوز وماتش تعادل. يعني من الحاجات اللي المصري يعني ما حصلتش من سنين، ان المصري يبقى متصدر الدوري بعد 4 اسابيع. كده الزمالك عنده 9 نقط، والماتشات الجايه للزمالك هتبقى صعبه، خاصه ماتش الدوري اللي جاي مع سيراميكا كليوباترا، ماتش صعب وفريق تقيل جدا فريق سيراميكا، وتوليفه هايله عاملها مدرب سيراميكا. الزمالك ادى اداء الشوط الثاني افضل كتير كمان من الشوط الاول، اداء تكتيكي واضح وسيطره ميدانيه على الملعب بالطول والعرض. جونين في اول الشوط الاول 20 دقيقه ريحوا الجمهور، وجونين في اخر الشوط الثاني برضو كانت النتيجه محسومه. بس طبعا الزمالك ارتاح اكتر، اللعيبه ارتاحت اكتر، اللعيبه اتحررت من الضغوط النفسيه اللي عليها، لان ممكن غزل المحله يعود في اي وقت. لو جاب جون هتبقى النتيجه 2-1 وتتأزم رغم انه بيلعب 10. ليه بقى؟ اي كورنر غزل المحله بيعتمد على حاجه واحده طول الماتش، من اول ما بدأ الماتش لغايه نهايه الماتش: الكوره الثابته، ضربه ركنيه، فاول يتلعب وهم بيلعبوا كوره، بيلعبوا بدماغهم كويس، زي ما شفت الكوره العرضيه اللي الزمالك بيعملها ما بيستفادش منها. حتى الجون اللي جابه الزمالك الرابع، جون جاي حسام عبد المجيد، اللعيب المدافع بيطلعها جت فيه. فالاطوال عندهم كويسه وبيجيدوا العاب الهوا. حتى في ماتشاتهم السابقه لو تبص على غزل المحله بيجيدوا العاب الهوا، فهم بيلعبوا على الكور الثابته، كورنر يدخلوا ممكن تيجي جون، يجيبوا جوه جون. اما اللعب الارضي مش بيجيدوا فيه قوي زي زمان، زي المواسم اللي فات، او لسه ما تولفوش كويس جدا. يعني ايه، احمد عيد ما خدش التوليفه السليمه لغزل المحله. فالنهارده الزمالك ادى اداء كويس، اتمنى انه يمشي عليه، كانه ماشي على نفس الاداء ونفس الضغط. طبعا دروس كتير الزمالك استفاد منها النهارده. يعني الزمالك النهارده اشرك الونش اللي بقاله سنه ونص ما بيلعبش. يعني الزمالك النهارده خد مميزات، يعني مش عايز اقول لك كتير جدا. لعيبه كتير اشتركت، عمر فرج اشترك، لعيبه كتير اشتركت وجرب لعيبه كتيره في قلب الملعب نظرا لان النتيجه مطمئنه. وطبعا انا بقول في نهايه الفيديو مبروك لنادي الزمالك، والجاي افضل وافضل بكتير من كده. هم عندهم احسن واحسن من كده، خاصه لو الزمالك عمل صفقات في يناير، لان الزمالك فعلا محتاج يدعم بيناير. الزمالك عنده لعيبه ممتازه، لكن دكه البدلاء مش على نفس مستوى الموجودين في ارضيه الملعب على الاطلاق. وانتوا بتشوفوا لما اللعيبه البدلاء بتنزل ما بتحصلش فارق كبير، يبقى اقل كمان من اللعيبه اللي طلعت. فلازم الزمالك يدعم في يناير. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وطبعا مبروك لجماهير الزمالك كلها النتيجه والفوز الكبير والاداء الرائع.